كيقولوا اسبانيا فيها الشراب رخص من الماء، ولكن انا واقف حدا قرعه ساويه اكثر من 10 المليون، وحتى 10 المليون ما غالياش بزاف، حيت اغلى قرعه في العالم لحد الان وصل الثمن ديالها 6.2 مليون دولار، يعني بالمغربيه 6 مليار و572 مليون ديال السنتيم. ولكن شنو الحاجه اللي كتخلي الخمور غاليه لهاد الدرجه؟ كاين بزاف ديال المعايير، منها العمر والندره والجوده والعلامات التجاريه، ولكن هذه اللي ذكرنا غاليه بسبب القرعه اللي فيها 8500 قطعه الماس. واش بصح الشراب في اسبانيا رخص من الماء؟ وبالدليل، ولكن ماشي اي شراب وماشي اي ماء، ولكن عموما الشراب باراتو في اسبانيا، والسبب انها كتوفر على مساحات كبيره والظروف الملائمه للزراعه، زياده على التنافسيه الكبيره والدعم الحكومي واللي كيأثر بشكل كبير، هو الضرائب اللي قليله بزاف مقارنه مع الدول الاخرى. انا عمري في حياتي شربت، ولكن كيعجبني الديزاين ديال هاد القراعي، فعلا القراعي زوينين بزاف، والا قربنا اكثر غنلقاو بلي الحاجه اللي كتعطي لهاد الشيء قيمه وفرق هو التسويق، وكل ما بداتي اكثر كتستهدف ناس حسن وكتقدر تبيع باسعار كتفوت القيمه ديالها. وتحذير، هاد الفيديو للثقافه فقط ولا